السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد. ان شاء الله تكونوا بخير وفي صحة جيدة. اي وحدة عندها مشكل في البسبوسة جبت لكم اليوم وصفة مضبوطة المقادير، وصفة ناجحة 100%، تخرج معكم خفيفة مشربة بلا ما تتفتت معكم بلا ما تجيكم ناشفة. وطبعا في الفيديو راح نتلقاو كامل النصائح واسرار هذه الوصفة باش اي اخت مبتدئة تحب تجربها ولا اللي عندها مشكل في البسبوسة راح تخرج معك كما راك تشوفيها في الفيديو ان شاء الله. بسم الله. اول حاجة نبدا بها هي الشربات، نحتاج فيها كاس من العسل او العسيلة، يعني النوعية اللي تكون متوفرة عندكم في الدار. نحط منها كاس او كيلة بالطريقة هذه، نفرغها في الكاسرونة. من بعد راح نضيف عليها كاس من الماء ونضيف عليها كاس اخر، لكن هنايا درت نص كاس ماء والنص الاخر درتو ماء زهر. كما تقدروا ديروا زوج كيسات تاع الماء وتضيفوا معاه نكهه ماء زهر او لا باترون تاع ماء زهر، اختياري هنا يرجع لكم. اما اذا كان ماء زهر تاعكم شويه خفيف تقدروا ديروا كاس ماء زهر وكاس ماء وتحطوه مباشره. نحرك جيدا، نزيد معاه نص حبه تاع قارص، من الاحسن تعصروا الماء تاعها مع العسل ومن بعد عاد تحطوها مع الماء والعسل وتحطوها على النار لما تغلي الشربات تاعنا. نحسبوا لها 10 دقائق ونطفيو عليها. الخليط البسبوسه نحتاج فيه 4 حبات تاع البيض يكونوا بدرجه حراره المطبخ، هذه تعودتيو عليها اخواتي باش تطلع معكم تجيكم يعني ناجحه. نضيف معها تاني قرصه تاع الملح ونضيف مغرف صغيره من لافاني. ما تحتاجوا فيها لا باتر لا والو. بالخلاط اليدوي نخلط مليح البيض تاعي مع اللافاني ورشه تاع الملح، غير نخلطهم فقط. نضيف معاهم كاس ناقص سبع من السكر ونخلط، نضيفه تدريجيا ونخلط بهذه الطريقه، يعني ما نحتاجو نذوبوا السكر، ما نحتاجو نطلعوا الخليط نتاعنا. بالنسبة لهاد المقادير أخواتي راح تخدم لكم بلاطو تاع 30 على 24، وإذا حبيتيو كمية أقل يعني ديروها في المول الأسطوري ديروا نصف الكمية أو نصف المقادير تاع هاد الوصفة. عندي كاس تاع زيت نضيفه تدريجيا كما الطريقة اللي ضفنا بها السكر حتى نفض كمية الزيت، وأنا نضيف ونخلط بالفوي بالطريقة هذه. ولا تقدروا ديروا خيط من الزيت وفي نفس الوقت تخلطوا هكا باش يندمجوا لكم المكونات مع بعضهم بسهوله. بالطريقه هذه ما تاخذ معكم لا وقت لا والو، البنات سهله خلاص، مقاديرها يعني بسيطه متوفره في المنزل ويعني النتيجه تاعها مرضيه جدا. هنايا عندي كاس تاع الحليب لكن يكون دافي، ما نديروهش بارد، دفيته شويه نحطوا دفعه واحده معليش ونخلط جيدا. من بعد راح نضيف هنايا قشور حبه تاع الليمون، بالطريقه هذه راح تعطيكم نكهه روعه للبسبوسه تاعكم. ونضيف معها 2 مغارف كبار من الفارينه، 2 اكياس من الخميره الكيميائيه، راح تخلي البسبوسه تاعكم تجيكم خفيفه ما تجيش ثقيله. اما اذا نقصتيو لهنايا الخميره الكيميائيه راح تجيكم شويه ثقيله البسبوسه تاعكم. نغربلهم بالطريقه هذه ومن بعد نخلط حتى يندمجوا لي كامل المكونات مع بعض. علاه ضفنا الفارينه هكا بتعاون السميد تاعنا تحكمه لنا وما تجيناش البسبوسه هذيك تتفتفت في البلاطو. نضيف كاس من السميد هدايا راهو متوسط كما جبتوه من الشكاره، ما غربلتو ما نحيت له الدقيق الرطب ما نحيت له الخاشن، يعني متوسط من الشكاره. نضيف الكاس الثاني ونخلط الكميه كما قلنا راهي كبيره ما شاء الله. نخلط مليح وهنا القوام تاعو مازال خاصو شويه، راح نزيد له شويه تاع السميد حوالي 2 مغارف كبار فقط. شوفوا ما خاصتوش بزاف. هنايا بهذه الطريقه ندير ربع الكاس هكا باش حبيت يعني نوري لكم باك بالكاس، لكن هما مقدار 2 مغارف كبار ونخلط جيدا. وهنا كي تشوفوا الخليط تاعكم شويه راهو خفيف، ما تروحوش تزيدوا السميد خاطر السميد راهو يشرب. شوف الوقت اللي تدهنوا فيه البلاطو تاعكم راح ينتقاوه يشرب. هنايا شوفوا اخواتي هذا هو القوام نتاعو. هنا نخليه جانبا، ندهن البلاطو تاعي بالزبده كما راكم تلاحظوا ونجي هنايا نضيف الخليط. وقبل ما نضيفه شوفوا الوقت برك اللي دهنت فيه البلاطو كيفاش شرب معايا السميد. شوفوا القوام تاعو كيفاش تقال معايا شويه. حنا ما تحاولوش كون تكثروا يعني السميد تاني تجيكم تتفتت البسبوسه تاعكم على خاطر السميد غالب على الخليط نتاعنا. وتعمدت يعني هنايا نفرغوا قدامكم باش تشوفوا يعني القوام تاع الخليط باش ما تروحوش تتقلوه. وهنايا نفرغوه في البلاطو بالطريقه هذه. قلنا البلاطو المقاس تاعو 30 على 24. ندخلوه مباشره الفرن على 180 درجه، كي تحمر لي على الاطراف من تحت نزيد نشعلها من فوق حتى تاخذ اللون الذهبي. الوقت هذا الشربات نتاعنا راهي طابت. شوفوا اخواتي كيفاش النتيجه اللي نتحصلوا عليها. هنا ما يكونش يعني الشربات نتاعنا ثقيل بزاف، نحطو يبرد نخليه يبرد جانبا. الوقت اللي طيب فيه البسبوسه يكون الشربات تاعي يبرد مباشره نسقيها بعد ما نخرجها من الفرن
الشربات هنايا عندي راهو بارد، والبسبوسه راهي سخونه من الفرن مباشره. نسقيها مليح بالطريقه هذه، وهنايا نخليها تشرب مليح. بالنسبه للبسبوسه من الاحسن كي طيبوها تخليوها فتره، يعني طيبوها الصباح وتتناولوها العشيه، ولا طيبوها في الليل تخليوها لتاني نهار. كل ما تقعد هذيك البسبوسه تشرب مليح ويرطب هذاك السميد بهذيك الشربات وتعطيكم نتيجه مليحه في الذوق. من بعد ما بردت معايا تماما دهنت الوجه نتاعها بالعسل، ولا تحبوا عسل مخلط مع الجلوكوز، ولا تحبوا كونفيتير، اختيار يرجع لكم. نرشها هنايا بالكاوكاو المحمص والمرحي. تقدروا تزينوها تاني بنواه كوكو اذا حبيتي، ولا الكرز المجفف. هنايا التزيين اختيار يرجع لكم كيما تحبوا تزينوها نتوما. ونجي نقطعها معاكم، تحبوا تقطعوها مربعات كيما تقدروا تقطعوها مستطيلات ولا مقروضات، اختيار يرجع لكم لهنايا في الشكل تاع الحبه تاع البسبوسه اللي تفضلوه نتوما. انا هنايا درت كما تشوفوا اشرطه بالطريقه هذه، نقصهم وشوفوا البنات نقص فيها كيفاش تجيكم خفيفه لداخل. واخترت نقطعها معكم بشكل مقروضات بالطريقه هذه. حاولوا فقط نديروهم متساويين، وهذا مكان يعني طريقه سهله خلاص. تبعوا برك الكعبه الاولى اللي قصيتيو عليها بديروهم كامل قد وهذا مكان تكون بسبوسه تاعنا لنهار اليوم واجده. شوفوا البنات بعد يعني ما قسمت منها ونحيتها، شوفوا كيفاش تجيكم في البلاطو، ما تتفتت معاكم ما والو، وتجيكم اخواتي حاكمه روحها، مضبوطه المقادير، العلو تاعها مناسب جدا. يعني واش نقول لكم، ناجحه 100%. نقطعها معكم هنايا باش نشوفوا الشكل تاعها كيفاش يجي من داخل. فقط نحي هذه الحاشيه، من بعد نحي لكم الحبه تشوفوها ان شاء الله معايا. شوفوا اخواتي الشكل تاعها كيفاش يجي، يعني ما تتفتت ما تروح ما تجي، يعني ناجحه 100%. وزياده على هذا تجيكم خفيفه، تجيكم مشربه ما شاء الله. والنكهه تاع المزهر مع العسل، يعني العسل عنده ذوق، زياده على هذا مزهر والقارص، يعني تعطيكم واحد الذوق يهبل. حتى السر تاع اللون تاعها الاصفر راهو في العسل، يعني في اللون تاع العسل هو اللي يخليها تجي صفرة هكا وتجي تشهي كما راكم تشوفوا فيها. بقى لي غير هنايا نقسم معاكم وتشوفوا القوام نتاعها كيفاش هكا، لا باش تجربوها. واللي جرب وصفتنا لنهار اليوم كالعاده ما تنساش ترجع للتعليقات اخواتي، تشاركنا النتيجه اللي تحصلت عليها بعد ما جربت الوصفه، هكا تشجع الاخوات الاخرين باش يجربوا الوصفه او وصفات اخرى من القناه ان شاء الله. ما تنساوش تاني الجيم البنات والبارطاج، يعاون بزاف باش الفيديو يطلع في محرك البحث على يوتيوب، يوصل للناس اكثر، يتعرفوا على القناه وينضموا ليها ان شاء الله. وشوفوا اخواتي النتيجه اللي نحن نتحصلوا عليها. شوفوا البسبوسه كيف تجي خفيفه ما تفتت ما والو. نتلاقى معكم انا في فيديو قادم ان شاء الله. دمتم في امان الله وحفظه، والسلام.